عمرك فكرت إن ممكن يكون في نسخة تانية منك بتعيش حياة مختلفة؟ يمكن في عالم تاني أنت اخترت طريق غير اللي اخترته هنا. لو الكلام ده شدك يبقى استعد، لأننا داخلين رحلة جوه العوالم المتوازية. تخيل معايا للحظة إن كل قرار، كل اختيار حصل في حياتنا ممكن يكون خلق واقع جديد بالكامل. الفكرة دي تبان كأنها خيال علمي، بس الحقيقة إن ليها جذور عميقة جدا في قلب الفيزياء الحديثة. النهاردة هنغوص مع بعض في لغز الأكوان الموازية. يا ترى إحنا لوحدنا في الواقع ده، ولا دي مجرد نسخة واحدة من عدد لا نهائي من الحقائق؟ السؤال ده مش مجرد سؤال فلسفي وخلاص، لأ، ده يعتبر المدخل لواحدة من أغرب النظريات في العلم الحديث. فكرة إن كل لو عدت في بالنا، كل طريق تاني كان ممكن نمشيه، وكل قرار اترددنا فيه، كل ده ممكن يكون موجود فعلا في مكان ما، مش كخيال، لأ، كواقع حقيقي عايشاه نسخة تانية مننا. هي دي بقى فكرة نظرية العوالم المتعددة. ببساطة النظرية بتقول إن أي احتمال ممكن هو بالضرورة احتمال حصل بالفعل، يمكن مش في عالمنا ده، لكن في كون موازي بيتفرع عن كنا مع كل لحظة اختيار. تخيل كده إن الواقع ده عامل زي شجرة ضخمة ليها فروع بتطلع للما لا نهاية. طيب ممكن نسأل نفسنا، الفكرة اللي تبان مجنونة دي جت منين أصلا؟ هل هي مجرد تخمينات فلسفية؟ الإجابة المفاجئة هي لأ. جذور الفكرة دي مغروسة بعمق في أكتر فروع العلم غرابة ودقة، فيزياء الكم. القصة كلها بتبدأ من تجربة بسيطة جدا، لكن نتائجها صدمت العالم. تجربة اسمها الشق المزدوج. لما العلماء أطلقوا إلكترونات واحد ورا التاني على حاجز فيه فتحتين، كانوا متوقعين يشوفوا علامتين بس ورا الحاجز، لكن المفاجأة إن اللي شافوه كان نمط تداخل، كأن الإلكترون الواحد عدى من الفتحتين في نفس الوقت، وده تصرف موجة مش جسيم. الظاهرة دي كان معناها حاجة واحدة، إن الإلكترون قبل ما نحاول نرصده ما كانش في مكان محدد، لا، ده كان موجود في كل الأماكن الممكنة في نفس اللحظة. وهنا بقى جت النقلة الكبيرة في التفكير. لو جسيم واحد صغير يقدر يعمل كده، طب والكون كله؟ بما إن الكون ده في الآخر ما هو إلا مجموعة ضخمة من الجسيمات دي، ليه ما نفترضش إن الكون نفسه بيتفرع وبيعيش كل الاحتمالات الممكنة دي في نفس الوقت؟ من النقطة دي الفكرة انفجرت لسيناريوهات ونظريات مختلفة. العلماء نفسهم مش متفقين على شكل واحد للأكوان دي، لكنهم بيقترحوا على الأقل 4 احتمالات أساسية، وكل واحد فيهم بيفتح الباب على كون أغرب من اللي قبله. أول احتمال هو الأكوان الكونية. الفكرة هنا إن الانفجار العظيم بتاعنا ممكن ما يكونش هو الوحيد. تخيل إن في انفجارات عظيمة لا نهائية بتحصل طول الوقت، وكل انفجار منهم بينفخ فقاعة كونية مستقلة في فضاء كوني شاسع. وممكن جدا أكوان تانية يكون ليها قوانين فيزياء مختلفة تماما عننا. النوع التاني هو يمكن الأشهر وأكتر ارتباطاً بحياتنا الشخصية، الأكوان الكمية. دي النظرية اللي بتقول إنه مع كل اختيار بيحصل الكون بينقسم. يعني في اللحظة دي بالظبط في نسخة مننا كملت تسمع الشرح ده، ونسخة تانية قفلته وراحت تعمل حاجة مختلفة تماماً. كل الاحتمالات بتتحقق، لكن في أكوان منفصلة عن بعضها. النوع الثالث ده بقى بيوصلنا لأعلى درجات التجريد، الأكوان الرياضية. النظرية دي بتقول إن الواقع في جوهره عبارة عن رياضيات، كنا ده بتوصفه معادلات رياضية معينة، وبالتالي أي مجموعة تانية من المعادلات الرياضية اللي تكون متماسكة ومنطقية هي بالضرورة بتوصف كون تاني حقيقي وموجود فعلا في مكان ما. أما بقى النوع الرابع فهو يمكن الأكثر إثارة للخيال، وممكن كمان للقلق، أكوان المحاكاة. إيه اللي يضمن أصلا إن الواقع اللي بنعيشه ده هو الواقع الأساسي؟ النظرية دي بتطرح احتمال إننا ممكن نكون مجرد شخصيات في محاكاة كمبيوتر معقدة جدا، صممتها حضارة متطورة لدرجة تفوق كل تخيلاتنا. والفكرة دي مش مجرد خيال علمي وخلاص، لا، ده شخصيات زي رجل الأعمال والمخترع إيلون ماسك بياخدوها على محمل الجد. هو شخصيا صرح إن احتمال إننا نكون في الواقع الأساسي هو 1 في المليار. مجرد التفكير في الاحتمال ده بيخلي أي حد يعيد تقييم كل حاجة حواليه. طيب، كل النظريات دي مذهلة فعلا، لكنها في الآخر بتفضل مجرد نظريات لو مفيش أي طريقة نختبرها. وده بيوصلنا للسؤال الأهم، هل في أي دليل، أي بصمة أو أي أثر في كوننا ممكن يدل على وجود جيران كونيين لينا؟ الإجابة القصيرة والمباشرة هي لأ. لحد النهاردة مفيش أي دليل قاطع ومباشر على وجود أكوان موازية، لكن ده مش معناه إن العلماء استسلموا. البحث لسه جاري عن أدلة غير مباشرة، عن ظلال أو أصداء في كوننا ممكن تكشف عن وجود واقع تاني. طب هما بيدوروا على إيه تحديداً؟ أول حاجة إشعاع الخلفية الكونية، اللي هو يعتبر صدى الانفجار العظيم.
أي بقعة باردة أو سخنة بشكل غريب في الإشعاع ده ممكن تكون زي كدمة ناتجة عن اصطدام كوننا بكون تاني في الماضي البعيد. في ناس كمان بتبص للثقوب السوداء على إنها ممكن تكون بوابات، لكن يمكن الدليل الأقوى لحد دلوقتي هو رياضي بحت. نظرياتنا الحالية زي نظرية الأوتار بتخلي وجود أكوان متعددة ده أمر شبه حتمي. بس بعيداً عن المعادلات والتلسكوبات، يمكن التأثير الأكبر لنظرية زي دي مش في العلم قد ما هو فينا إحنا. الفكرة دي بتجبرنا نواجه أسئلة فلسفية عميقة جداً عن معنى الحياة وعن الندم وقيمة اختياراتنا. خلينا نفكر فيها كده، لو في نسخة تانية مننا عايشة دلوقتي في اللحظة دي، هل ممكن تكون أسعد؟ هل يا ترى تجرأت وعملت الحاجات الواحد فينا خاف يعملها؟ هل مشيت في الطريق اللي احنا سبناه؟ هل النسخة دي خدت قرارات أفضل وحققت أحلام الواحد ممكن يكون اتخلى عنها؟ أو يمكن العكس، يمكن قراراتها كانت أسوأ وحياتها أصعب؟ مجرد التفكير في وجود النسخ دي بيخلينا نبص لحياتنا بنظرة مختلفة تماماً. هنا بالظبط النظرية بتتحول من فيزياء الفلسفة. لو كل الاحتمالات بتحصل فعلاً، يبقى هل لكلمة ندم أي معنى؟ لو كل طريق الواحد مسلكهوش هو طريق سلكته نسخة تانية منه، فهل في أصلاً قرارات غلط؟ كل مكان يمكن أن يكون هو كائن بالفعل في مكان ما. وده بيوصلنا للسؤال الأخير والأخطر، هل اختيار الواحد مننا إنه يشرب قهوة النهاردة بدل الشاي خلق كون كامل جديد؟ هل كل قرار مهما كان يبان تافه هو فعل خلق كوني؟ هل إحنا كلنا مسؤولين عن خلق عوالم لا نهائية كل ثانية؟ في الآخر، سواء كانت الأكوان الموازية دي حقيقة هيثبتها العلم في يوم من الأيام أو مجرد أروع قصة خيالية ممكن يوصلها العقل البشري، فهي ليها قيمة كبيرة جدا. قيمتها في إنها بتخلينا نقف ونتأمل ونسأل نفسنا عن معنى كل لحظة وكل اختيار. ويمكن في هذه اللحظة بالذات في نسخة ما في مكان ما بتسمع نفس الكلمات دي لكنها بتفهمها بمعنى مختلف تماماً، في واقع تاني موازي لواقعنا لكنه بعيد كل البعد.